هاتي بصلة صغيرة مبشورة، وبعد كده حطي عليها ملح وفلفل ورشة كمون صغيرة، ودعكيهم كويس قوي لحد ما ينزلوا ميتهم. هاتي فراخ بقى صغيرة اللي هي بتاعة الحشو دي، ودلكيها من بره ومن جوه ومن تحت الجلد كده عشان تبقى ريحتها حلوة، وهركنها ساعة. بعد كده طاسة على النار وحط فيها سمنة وزيت، وهنزل عليهم بالكبد والقوانص، هشوحهم كده، وبعد كده هنزل عليهم ببصل ناعم واقلبهم برضو، وانزل بقى بشوية بهارات حلوين كده، فلفل وملح وكمون وشوية 7 بهارات. هنا معايا كوبايتين رز مغسولين هحطهم، وكمان مكعب مرق. المية بقى هزود يا دوب كوباية ونص كده، مش عايزة ازوده زيادة عن كده، عايزاه يبقى 3/4 سوا. هغطيه بقى لحد ما يستوي. بعد كده في حتة ما جاتش يعني بصلة صغيرة ضفتها كمان للرز، وتكوني دعكاها بملح وفلفل اسود. هدلكهم في قلب بعض كده، هقلبهم، وبعد كده هحشي الفراخ بتاعتي واكتفها، وهجيب اكياس اللي هي الحراري هسويهم فيها، وهحط في كل كيس كده نص كوباية مية، وتربطي الكيس كويس. وبعد كده بقى بخلة واعملي فتحات صغيرة في قلب الاكياس عشان لا قدر الله ما يفرقعش. هدخلها بقى الفرن تقريبا كده قعدت ساعة، وخرجت على طول واخدة لون كده وجميل. لو ما كانتش خدت لون تقدري تفتحي عليها الشواية. لايك وشير بقى لو الفيديو وصل.